عندنا اوردر النهارده وكمالة اوردر العروسة طبعا. النهارده تالت حلقة من حلقات التجهيزات الاوردر بتاع العروسة. هنعمل النهارده المكرونة بالبشاميل. تمام. هنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونقول اللهم بارك، وتعالوا بقى بينا كده ندخل على الاوردر وجماله. انا حطيت حلة على النار وحطيت فيها معلقة من السمنة ومعلقة صغيرة من الزيت. معايا 2 كيلو من اللحمة. اول ما الزيت والسمنة سخنوا حطيت ال2 كيلو لحمة في الحلة على طول على نار عالية. ما تقلبيش اللحمة على طول، استني بس لما تحسي كده ان هي بدأت تتصدم شوية هتبدأي انك تقلبي فيها. تمام. بعد التقليب بقى زي ما انتم شايفين كده غيرت لون، واول ما تغير لون وتاخد كده وتدي مع سخونية الحلة شوية، مجهزة بقى يعني شوية بصل محترمين. يعني على ال2 كيلو دول حطيت تقريبا كيلو الا ربع من البصل. طبعا فرمت في الكب علشان خاطر اسهل عليا المواضيع. لو ما عندكش كب بقى هتقطعي البصل قطع صغيرة. حلو الكلام. اكيد حلو الكلام. هاتي بقى حبة فلفل اخضر كده، قطعيها قطع صغيرة فوق اللحمة والبصل. وطبعا بفكرك لو بتشوفينا لاول مره يا ريت تشتركي معانا وتعملي متابعه يعني زر الاشعارات بقى للكل ولايكات وكومنتات علشان توصلك كل حلقه هننزلها باذن الله. خلاص. بعد ما حطينا الفلفل على اللحمه يا جماعه هنبدا بقى ان احنا نقلب. وكمان معايا تقريبا كده قولي جزرتين صغيرين مبشورين بشر ناعم. عندي طبعا الجزر متفرز فانا هضيف الجزر على طول بالشكل ده ونقلب بقى. اهم حاجه هعملها ان انا مش هزود توابل كتير علشان ما اضيعش طعم اللحمه. يعني ضفت نص معلقه صغيره من بهارات اللحمه اللي هي السبع بهارات، وضفت معلقه صغيره الا ربع من الفلفل الاسود، وضفت يعني معلقه صغيره من البابريكا. وقلبت اللحمه تقلبتين تلاتة كده وهديت عليها النار لحد لما استوت. ركنت اللحمه على جنب وبعد كده حطيت حله على النار فيها نصها ميه ومعلقه ملح. طبعا انا في الطبيعي بشغل العينين، يعني عين بيكون عليها اللحمه وعين بيكون عليها ميه سلق المكرونه، لكن بصراحه انا حاليا عندي مشكله في البوتاجاز في الغاز عامه فشغاله على بوتاجاز مسطح عينين. فكنت بجهز حشوه الحمام وفي نفس الوقت شغاله في المكرونه. تمام. حطيت بقى المكرونه بالشكل ده وانا معايا يا جماعه كيلو من المكرونه. هقلب المكرونه من وقت للتاني، وما تسويش بقى المكرونه اللي هتعمليها في صوص البشاميل على الاخر، سويها 3/4 سوا، خلي فيها قطمه كده. تمام. ما ضفتش زيت على المكرونه علشان خاطر برضو البشاميل يلزق فيها ويمسك فيها كويس جدا. بصوا بقى باين لكم حته صغيره من الحمام، هسيب لكم رابط حلقه الحمام ان شاء الله في الكومنتات عشان اللي ما شافوش. بعد كده بقى هاخد المكرونه واصفيها في مصفى. بصوا يا جماعه بالنسبه للمكرونه انا مش هشطفها ولا اي حاجه خالص، مجرد بس ما اصفيها يبقى خلاص كده. وفي نفس الحله اللي سلقت فيها المكرونه بعد ما غسلتها غسله كويسه حطيت 4 معالق زيت و4 معالق سمنه. استنى بقى الزيت والسمنه يسخنوا كويس جدا واحط عليهم 8 معالق دقيق. تمام. انا حطيت كميه الماده الدهنيه نفس عدد معالق الزيت علشان خاطر عايزه البشاميل يكون ناعم معانا، ما يكونش فيه كتل ولا يتعبنا بقى في التقليب ونفضل نقلب وقت طويل. هحمص بس الدقيق كده ونخرج منه الرطوبه. طبعا كان عندي 4 لتر من الحليب. تمام. والحليب غليته وسبته برد. اول ما الدقيق اتحمص هبدأ بقى ان انا اضيف الحليب بالشكل ده، وهبدأ ان انا اقلب كويس قوي. لو خلصت بقى كمية الحليب اللي معايا واحتاجت اضيف ممكن اضيف مرقة من بتاعة الحمام او مية على حسب ما انا عايزة بقى. خلاص القوام كده حلو قوي. تعالوا بقى نتبل. انا حطيت مكعبين من المرق، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، رشة بسيطة خالص من الكيابة الصيني المطحونة، وبس كده. هظبط بس الملح وخلاص، مش هكتر توابل، حابه الاكل كده يكون مفهوش توابل كتير، يكون مرتاح يعني طعمه ونكهته حلوه وفي نفس الوقت التوابل بتاعته مش اوفر يعني. خلاص. معايا بقى ميكس جبن، شويه جبن كده تظبط البشاميل وتخلي البشاميل ده في حته تانية خالص. اول بقى ما البشاميل كده يبدا ان هو يغلي معانا والجبنه تسيح خلاص بقى يبقى البشاميل كده استوى بقى تحفه. بصوا بقى القوام. انا بس مستنيه كده البشاميل يغلي ويعمل فقاعات كده يعرف ان البشاميل استوى بقى زي الفل. بص بقى القوام، ولا مكلكع ولا فيه كتل ولا اي حاجه خالص، ناعم وقوامه تحفه. خلاص تعالوا بقى نطبق الوصفه بتاعتنا. انا هشتغل في الفرن اللي هو الصاج العادي مش فرن البوتاجاز. هبدا بقى ان انا اجيب البشاميل وهفضي تقريبا كده نصه في طبق على جنب، ونص البشاميل التاني هفضي فيه المكرونه وهقلب بقى
اقلبي بقى المكرونه مع البشاميل كويس جدا. عايزين كل واحده من وحدات المكرونه تتغلف بقى بالبشاميل. بحبحي ايدك كده في البشاميل عشان خاطر المكرونه تكون طعمها لذيذ. تمام. هحط بقى باقي الكميه وهقلب. قلبي بقى بمعلقه كبيره، قلبي باي حاجه بقى قدامك، احنا عايزين ننجز. طيب بالنسبه بقى الصواني اللي هنشتغل فيها، احنا هنشتغل يا جماعه في الصواني اللي هي الفويل الحراري. بعد ما قلبنا بقى المكرونه بالشكل ده وبقت مظبوطه معانا، هجيب بقى صينيه فرن وحطيت فيها الصواني اللي هي الحراريه بالشكل ده، يعني تقريبا قولي مقاس 30. وحطيت في الارضيه بتاعتها شويه بشاميل صغيرين ووزعتهم. وهاخد بقى طبقه مكرونه تحت وما تخنيهاش، يعني يا دوب كده كل مكرونيه تكون جنب التانية، نحاول على قد ما نقدر يعني. وبعد كده هجيب بقى الحشوه اللي احنا جهزناها، اللي هي اللحمه المفرومه بقى اللي متعصجه وبردت تماما. طبعا انا مرتبه ليكم الحلقات، لكن انا كنت بشتغل في كل حاجه في نفس الوقت، شغاله في الحمام وشغاله في لحمه المكرونه، شغاله ممكن بعمل ايه، بعمل الحشوه بتاعه الحمام يعني، مولعه الفرن على البطه. المهم كنت شغله نفسي في كذا حاجه، بس هنا انا بحاول اظبط لكم الحلقات او ارتب لكم الفيديوهات، فبجد بتتعبني قوي في المنتجه والله، لان اليوم كله بيكون متصور على بعض وببدا انا افصل بعد كده. فيا ريت ما تنسوناش كده بدعوه حلوه من قلبكم في الكومنتات، وربنا يكبر بخاطرنا وخاطركم جميعا، ودايما نجتهد علشان خاطر ربنا يرزقنا من فضله. تمام. بعد بقى نرجع للمكرونه. بعد ما حطيت المكرونه النور طفى، بعد ما حطيت المكرونه فوق الحشوه بتاعه اللحمه النور طفى، غطيتها بقى بصوص البشاميل طبقه حلوه كده. بحبح ايدك زي ما اتفقنا، وحط شويه جبنه بقى على الوش، وبرده بحبح ايدك في الجبنه. ليه بقى؟ الجبنه بتدي طعم حلو قوي وغني كده للبشاميل، اللي بيكون فيها دسمه حلوه، خاصه ان احنا مستخدمين ميكس جبن، يعني شيدر موتزاريلا على رومي، حاجه كده تحفه قوي. الفرن بتاعنا سخن جدا، هندخل المكرونه الفرن يا دوب تتحمر من تحت، وهولع عليها الشوايه. ويعني بصوا بتاخدش معانا وقت كتير في الفرن على فكره، ساعه الا ربع بالكتير بتكون استوت. طيب سبتها هدت شويه، وتعالوا بقى نغلفها. انا معايا طبقين فويل بالشكل ده، كسرتهم زي ما حضراتكم شفتوا وحطيتهم جنب بعض، وبدات ان انا احط عليهم طباق الفويل علشان خاطر اعرف اغلف بقى. خطوة التغليف دي مهمة جدا. لما بدأت اوردرات ما كانش بصراحة عندي خبرة كافية في التغليف، فممكن يكون اوردر يتلخبط شوية، لو اللي شايله بقى مياعه او شايله شيله غلط ممكن يتبهدل. لكن دلوقتي ما شاء الله زي ما انا وريتكم كده، بدأت ان انا اظبط التغليف شوية علشان خاطر بقى اللي يشيل يكون شايل الحاجة مظبوطة برضو. ونحاول على قد ما نقدر واحنا واخدين اوردرات اكل ان احنا ما نفضلش بقى نهربت في الكيس ونقلب يمين وشمال لما الحاجة بتاعتنا تتبهدل. احنا شايلين اكل يعني بنحاسب عليه واحنا شايلينه. علشان خاطر الاكل يفضل سخن برضو هلفه في ورق حراري، وكمان هلفه في ورق استرتش. تمام. الاوردر كان مطلوب مننا ان هو يخرج طبعا الساعة 9 بالليل، فعلى الساعة 9 كان كل حاجة جاهزة وكان كل حاجة متغلفة، علشان خاطر اي بقى حد يجي ياخد الاكل يبقى الاكل جاهز. موقفش حد طبعا نقول له لا استنى لسه بغلف او بعمل، لا، تكون كل حاجة تمام. غلفت الطبق التاني بنفس الطريقة دي، وطبعا عندي كيس كبيرة برضو بحط الطبق فيه بطريقة كويسة كده. وبكده نكون عملنا اوردر العروسة وغلفت معاكم، وجربوه بألف هنا.